سنة جاية هلت قدامنا، يا رب حقق أمانينا. يا رب فيها ما تحرمنا من أي حد غالي علينا. فرحنا واسعد أيامنا، وهني كل حزين فينا، خليها على كل الدنيا أجمل سنة تشوفها عنينا. يا رب فيها ما توجعنا، عوضنا عن كل وجعنا، واجبر قلوبنا ونجينا. نبعد عن الأحزان حبة، خليها سنة خير ومحبة على كل ناسنا وأهالينا. يا رب فيها تعوضنا، واحفظ ولادنا وبلدنا، وكفينا شر الخلق أمين. رضينا فيها وفرحنا، على كل أخطائنا سامحنا، واجبر بخاطر كل حزين. وارحم حبايب وحشونا غايبين والذكرى جوانا، واشفي حبايب في حياتنا دمعة عيونهم وجعانا. يا رب تغفر لنا فيها، اصلح لنا كل الأحوال. شفنا وقسينا قبليها، بدل حياتنا الأحسن حال. للحق والخير اهدينا، سنة جاية هلت قدامنا. يا رب حقق أمانينا، يا رب فيها ما تحرمنا من أي حد غالي علينا. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماراتي الحلوين عاملين إيه؟ وعام جديد سعيد علينا جميعا يا رب. أول روتين يعني أشاركه معاكم أهو في العام الجديد، ويا رب إن شاء الله يبقى عام خير وبركة وسعادة وصحة وكل حاجة حلوة يا رب بتتمنوها تتحقق لكم إن شاء الله في العام الجديد. وإن شاء الله دايما مع بعض وعلى العهد دايما مكملين. وما ننساش طبعا الكنز اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بيه، نبدأ بيه كده الروتين بتاعنا. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، فإنك أنت علام الغيوب. اللهم آمين يا رب العالمين. بتوحشوني جدا وعايزة أقول لكم بقى أرجع لكم بروتين قوي جدا. زي ما انتم شايفين بقى كده، جبت لي بقى ايه كرومبتين حلوين قمر كده. عايزة أقول لكم بسعر خيالي، بسعر خيالي والله مش هتصدقوه. يعني كانت عربية كده بيبيع كرومب بلدي، وكانت تعدى يعني كانت بتعدي في الشارع عندنا. فصراحة لقيت جاري هنا يعني راجل كده ربنا يديله الصحة قد بابا كده، يعني كبير يعني. فكان نازل يشتري الكرومب، فقلت له يا عمو لو سمحت هات لي معاك. ففصل لي بقى جاب لي بقى الكرومب ايه بسعر حلو. جاب لي بقى ايه كرومبتين كده حلوين. بصوا كرومبتين يعني يقولوا ايه، الكرومبايه مثلا تعمل لها بتاع ما شاء الله تدخل لها في كيلو رز. كرومبتين حلوين مش صغيرين. وتخيلوا بقى السعر كان كام. الكرومبتين خدهم على 15 جنيه، 15 بس الكرومبتين. عايزه اقول لكم ان انا في يعني من اسبوعين كده كنت جايبه او من اسبوع مش متذكره كان من فتره قد ايه. الكرنب مش هتلاقيه ابدا في السوق بالاسعار دي، يعني تلاقي الكرنبايه ب15 وب17 واحيانا ب20 لو كرنبايه كبيره في الاسعار دي. فهو كان جايب لي كرنبتين ب15، فحلوه قوي جزاه الله خير الصراحه. فرستها بقى كده بصوا بقسمها كده في علب بعد ما سلقتها، وبقعد اقصها بالمقص كده واعملها رولات عشان تبقى سهله عليا بقى ايه ساعه اللف. والوزة بقى انتوا عارفين الوزة قبل كده شاركتها في الروتينات معاكم، اللي هي بتبقى قلب الكرنباية من جوه. ماما بتسميها وزة، فحتى انتوا كتير كتبولي في التعليقات احنا عارفين الوزة دي وبنعملها وكده. فساعات بتطلع معايا وساعات كرنب ما بيرضاش يطلع الوزة دي. يعني انا الكرنبتين بصوا ده كده التفريز اللي طلع تقريبا من كرنباية واحدة ما شاء الله ادتني كمية كبيرة. يعني كانت ما شاء الله عارفين انتوا الكرومب اللي هو بيبقى مليان كده ورق وما شاء الله مش عارفة بيسموها ايه، بيسموها عايزة بس اللهم يا رب اتذكر الاسم.
لما يقولك الكرنبايه مش مهويه كده، لا مش عارفه مكبوسه، او بتبقى مليانه ما شاء الله ورق، حتى تلاقي وزنها بيبقى تقيل في ايدك كده وانت ماسكاها. فالصراحه يعني عجبني جدا سعرها، وعجبني في نفس الوقت كمان ان هي ما شاء الله ايه، كانت بلدي. عارفه انت لما تيجي ايه تسلقي الكرنب وتقطعيه، تحسي كده ان ايدك بتلزق وانت قاعده بتلفيه، فتحسي قد ايه ان الكرنب ما شاء الله مسكر وجميل. يعني انا دايما بابا ربنا يرحمه ويغفر له يا رب، يقول لي تعرفي الحاجه ان هي مسكره، وانت الخضار ان هو مسكر وانت بتقطعيه او بتعمليه تلاقي ايدك بتلزق كده من السكر اللي في الخضار. فده معناه ان الكرنبايه ما شاء الله كانت مسكره وجميله. وعايزه اقول لكم بقى ان انا طالما سلقت الكرنب كده عشان افرزه، لازم يعني احشي في نفس اليوم حله. احب برضو ان انا ايه استفيد بيه وهو لسه فريش كده. فهنعمل مع بعض بقى الخلطه دلوقتي بتاعت المحشي، خلطه قمر قمر قمر. هنا بقى ايه كنت بطلع الورق الكرنب بيصفي كده. دي عباره عن مصفى بلاستيك بالطبق تحت منها. كنت اشتريتها معاكم في المشتريات قبل كده، جميلة جدا يا بنات. فعلا يعني لازم يبقى عندك في البيت فكرة المصفى اللي هي بيبقى تحت منها الطبق، فاهميني، تصفي عليه. نخش بقى على خلطة المحشي. حطيت بقى شوية زيت على نص معلقة سمن كده، ونزلت بنص كمية البصل اللي انا فرماه في الكبة. نزلت بنص كمية البصل. بصوا المحشي يحب البصل، زودي بصل. يعني اعملي مثلا بمعدل كل كوباية رز اعملي قدامها بصلاية حلوة كبيرة كده، تمام. كل كوبايه رز هتستخدميها في الخلطه يعني افرمي قدامها بصلايه حلوه كبيره. واعملي بقى الحركه دي وما اقولكيش بقى وادعي لي. بصوا ده اللي هي الصلصه اصلا عندي في الفريزر. كنت عملتها معاكم قبل كده في الافكار اللي هي انا بحب ان انا اكون شايلها عندي في الفريزر. قلت لكم قبل كده بحب افرز صلصه الطماطم، الخضره بتاعت المحشي. دلوقتي بفرز معاكم اهو الكرنب. فصراحة أفكار بتسهل عليا جدا وقفة المطبخ، وبحس يوم المحشي ان هو مفيش حمل عليا، مفيش عندي بقاش حاسة ان هو فاهمني يعني واخد طاقتي واخد وقتي وهلكني وكده، لا بيبقى الصراحة لذيذ. تعالوا بقى نثقل الميزان على ما الصلصة دي تغلي كده وتسبك معانا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لو انت لسه معايا بقى في الدقيقة دي وما زهقتيش مني، اكتبي تحت كده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بحب تعليقاتكم جدا، خاصة اللي فيها ذكر الله. بحس ان هي قد ايه جميلة، وقد ايه احنا اتجمعنا على طاعة ربنا واتجمعنا على حب الله. وده اعظم حب، يعني فعلا ده اعظم حب. وعايزه اقول لكم ان انا يعني الحمد لله رب العالمين من فضل ربنا عليا بدات كده العام الجديد بهديه حلوه قوي من متابعه جميله قمر كده. وعلى نفس الاسم، اسمها عبير برضو على نفس اسمي. فبجد بجد يا عبير جزاك الله كل خير وشكرا ليكي. ومش عارفه اقول لك قد ايه انت اسعدتيني. وفعلا احب الاعمال الى الله عز وجل ادخال السرور على قلب مسلم. عملت لي هديه جميله قوي بايديها، وهتشوفوها في اخر مقطع في الفيديو وانا بوريكم يعني مقدمه لي الهديه بشكل جميل. والهديه فعلا كانت قيمه جدا وتسلم ايديها. وبجد يعني ربنا يبارك لك يا رب ويسعدك زي ما اسعدتيني. هتشوفوا الهديه في اخر مقطع في الفيديو. بس زي ما قلت لكم ايه، احنا بنشارك بعض كده الروتين الاول. قومي كده بقى تشجعي، ولو مالكيش في محشي الكرنب ما تخافيش، الموضوع سهل اسهل ما يمكن والله. خاصة لما بتفرزيه كده بتقسمي الخطوات عليكي واحدة واحدة، فاهمني. يعني ايه، ما بتجيش مثلا في نفس اليوم انا النهارده هعمل محشي انزل السوق واشتري كرنب واجي هلكانه اصلا من الخروج، وبعد كده الاقي نفسي لسه هسلق الكرنب واقطعه، ولسه هجهز الخلطه، ولسه هلف. فالدنيا فعلا هتبقى صعبه عليكي. ما تبصلهاش كده، او ما تعمليهاش بالطريقه اللي هي كلها على بعضها كده، لا. انت قسميها على نفسك. يعني مثلا انا بعمل يوم زي كده للتفريز، مفيش مانع ان اقوم عامله حله كده زي ما انتم شايفين كده، حله صغيره قيمه مثلا ايه
نص كيلو رز، كيلو الا ربع، يعني برضو بالهنا والشفا. ناكل الحاجة وهي طازة بتبقى حلوة، فاهمني؟ هنا بقى طبعا لازم اضيف مرق الدجاج على الصلصة. وده بقى الخضرة اللي انا مفرزاها اصلا، خضرة المحشي. بكون جايبة الشبت والكزبرة وشوية بقدونس برضو كده، واغسلهم غسلة كويسة، وبعد كده اصفيهم كويس قوي واقطعهم كده، واشيلهم بقى، عينهم بقى في اكياس كده في الفريزر. كل كمية كده على قد الايه، على قد المرة. صليتي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كده خلاص، بصوا خلطة المحشي خلصت في ثواني، وكمان الكروم بتلف في ثواني. طبعا قلت بقى ايه، ما اجيب لكم اللقطة كده بعد ما لفيت بقى مع نفسي. لو عندك بقى شوية شوربة حلوين كده، شوربة لحمة، شوربة ماسورة، تجيبي مثلا وانتي بتشتري لحمة كده من عند الجزار، اشتري برضو ماسورتين كده بالمرة، يعملوا لك شوية شوربة حلوين على المحشي، بتبقى تحفة. عايزه اقول لكم ان شاء الله بامر الله، لما هشارككم ان شاء الله في المشتريات بتاعتي، مشتريات سواء اسبوعيه او شهريه او كده، هقولك على افكار حلوه قوي لما تيجي تشتري اللحمه بتاعتك والخضار والكلام من ده. افكار توفير جميله جدا لما اتبعتها عندي في الميزانيه بتاعت البيت، فرقت معايا كتير كتير، خاصه مع ارتفاع الاسعار. فهشارككم ان شاء الله الافكار دي في فيديو المشتريات بامر الله. فاللي منتظر بقى فكرة زي كده يكتب لي في التعليقات، يقول لي خلاص تمام، احنا مستنيين ان شاء الله افكار التوفير في فيديو المشتريات بامر الله. كده بقى خلاص تمت الحمد لله العملية بنجاح. النهارده بقى عايزه اقول لكم جات لي مفاجأة جميلة جدا. يعتبر اول هدية تيجي للقناة، ومش من اي حد، من حد غالي على قلبي جدا، وحبيبتي من متابعين القناة. دايما بتعلق لي تعليقات جميلة، والحب في الله ده فعلا أعظم حب، يعني فعلا الحب في الله ده يا بنات أعظم حب. إن يبقى حد يعني بيهديكي، ومفيش يعني مفيش أي مصلحة خالص بينكو، غير إن بس حد بيحبك في الله، وبيساندك كده، وبيوقف جنبك وبيقولك يعني استمري، وإن شاء الله خير، وإن شاء الله هتنجحي. عايزه اقول لكم ان الهديه دي جت في الوقت يعني المناسب جدا جدا بالنسبه لي. بجد احلى هديه، يعني ختمت بيها سنة 2022، وابدأ بيها سنة 2023. فعايزة لايكات كتيرة بقى قوي، عايزة لايكات كتيرة قوي بقى للفيديو، لان بجد الهدية دي غالية على قلبي جدا، واكيد هتعجبكم انتوا كمان جدا جدا جدا. واحلى حاجه في الهديه اني يعني طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا تهادوا تحبوا. فالهديه طبعا بتزود الحب في الله. واحلى حاجه بجد لما تبقى الهديه طالعه من القلب كده، بتدخل القلب بسرعه. بصوا بقى، الهدية دي حبيبتي صاحبتي، الاكونت بتاعها باسم عبير جمال. حبيبتي ربنا يبارك فيها، وبجد شكرا ليكي جدا جدا يا بيرو يا قمر. ومش عارفة يعني والله العظيم لو قعدت اقولك قد ايه انت ادخلت السرور على قلبي بالهدية دي. يعني مش هتصدقي قد ايه بجد، اتبسطت جدا يعني. بصوا كاتبالي هنا ايه، صنعت بالحب من اجلك حبيبتي، ده انا اللي بحبك، ربنا يبارك في عمرك يا رب، وبارك لك يا رب في كل حياتك. هي دي حاجة بقى هاند ميد كده، هي اللي عاملاها بنفسها. فطبعا يعني عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بصوا الجمال بقى، بصوا الجمال. والله العظيم اول ما شفتها ما صدقتش ان ما شاء الله الجمال ده كله تبارك الله. وباسم القناه مملكه ام مازن. عسل حبيبتي، تسلم ايديها، تسلم ايديها وعينيها، ويبارك في عمرها يا رب، وتشوف يا رب الفرح والهنا كله في حياتها. هي اللي عاملاها لي حبيبتي بايديها، هاند ميد. شغل بقى ايه زي ما انتم شايفين يا بنات كده، ايه تطريز بالخياطه كده بالخيط. كاتبالي بقى مملكه ام مازن باسم القناه، وعامله لي بقى الورد القمر ده، والتطريز برضو الورد اللي من تحت دون. وعامله لي بقى شغل بقى كده لذيذ خالص، اعمال فنيه. انا بعشق التحف والاعمال الفنيه دي. و... ويعني لازقه لي فيها زي علقه كده، بحيث هي تتعلق زي برواز او كده. فمستنيه بقى ايه، اكتبوا لي بقى طبعا في التعليقات
رأيكم اعلقها فين؟ اعلقها في المطبخ ولا في الصالة عندي، ولا اعلقها فين بالظبط بحيث ان هي تبقى تظهر قدامكم في التصوير، يعني فاهميني، تظهر قدامكم في التصوير كتير. آم، عايزه اقول لكم بجد ان هي يعني فرحتني جدا، الهديه فرحتني قوي قوي قوي، وبجد شكرا شكرا ليكي يا بيرو يا قمر، بجد شكرا ليكي. و يعني مش عارفه اقول لك ايه، بس بجد بجد انت فرحتيني جدا، ربنا يفرح قلبك ويكبر بخاطرك زي ما جبرتي بخاطري بالهديه القمر دي. وتسلم ايديكي والله العظيم، يعني عارفه انك تعبتي فيها جدا. تسلم ايديكي يا عمري. و... ولو تلاحظوا يا بنات، هي يعني انت بجد انت فنانه وراقيه وجميله والله العظيم مهما اتكلم فعلا مش هعبر عن شعوري وفرحتي باللي انت عملتيه ده. يعني بصي، حتى لو تلاحظوا هي عملت المملكه بنفس اللون اللي هو السيلفر اللي هو الفضي اللي انا عاملاه اصلا في لوحه القناه، وام مازن برضو نفس اللون الموف. فجميله جميله. انا ان شاء الله بامر الله هعلقها، بس مستنيه بقى تعليقاتكم تقولوا لي اعلقها في انهي مكان بالظبط في في الشقه، بحيث تبقى تظهر معانا في التصوير كتير. هو غالبا طبعا هيبقى المطبخ اكتر حاجه انا بصور فيها وكده. فممكن ممكن مثلا اجيب لها علقة كده اعلقها في في المطبخ ممكن، او ممكن اعلقها مثلا عندي في الصالة او في الأوضة، يعني برضو ايه، يعني شاركوني في المكان اللي اعلقها فيه. بس هي جميلة جدا جدا، تبارك الله. وتسلم ايديكي يا رب. وبجد حبيت اشارككم الفرحة دي، واوريكم ان الحب في الله فعلا اعظم حب. حد ما شافنيش ولا انا شفته بيحبني لوجه الله وفي الله، ربنا دايما يزود ما بيننا المحبة. و يعني بس مش قادرة اتكلم اكتر من كده. بس انا بحبكم كلكم في الله والله. وفعلا يعني صحبة صالحة، وربنا يديم يا رب ما بيننا كده الحب في الله. و... ويديم ما بيننا الخير يا رب والعمل الصالح، ويبقى سبب دخولنا الجنة ان شاء الله مع بعض. وطبعا اذكركم زي كل الفيديوهات ما ننساش نثقل الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آم، يعني دايما يا بنات حافظوا على أذكار الصباح والمساء، لأنها فعلا فعلا هي دي روح الحياة. تحسي كده انك انت فعلا الفرق بين الإنسان اللي بيذكر ربنا والإنسان اللي ما بيذكرش ربنا فعلا زي الحي والميت. فالواحد يعني الحمد لله رب العالمين بيحاول دايما ان هو يكون في طريق الطاعة، ان هو برضو يبقى الصحبة اللي حواليه صحبة خير وصحبة طاعة. والحمد لله ده أكتر حاجة بتميز متابعيني. بجد شكرا ليكم كلكم، وربنا يبارك فيكم يا رب. نبدأ إن شاء الله عام جديد كده مع بعض بأمر الله، وبأفكار حلوة وبفيديوهات إن شاء الله الروتين اللي بتعجبكم وبتشجعكم، وبنتبادل فيها كده إن شاء الله الأفكار والخبرة الجميلة وكل حاجة حلوة إن شاء الله نشاركها مع بعض في القناة. دمتم في أتم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.